السلام عليكم. اليوم واضح خويا جايب معايا قهوتي ريكش نسجل فيديو. لا جايب معايا موضوع خويا باش نحكيو فيه من بعضنا. موضوع اليوم حبيت نحكي على طفل اكيد راكريتو الا سمعت جمل كيما نحبك وحش نحبك انيمال، وكما سمعت الجمل هذوما ولا ما ريتش السيد هذايا يا اما راك عايش في كهف والا راك عايش في كهف، ما فماش حاجه بيناتهم. باهي كما قلنا السيد هذا اكيد عرضك في مره من المرات، يخرج لك من الفيسبوك، يخرج لك من الانستغرام، يخرج لك من التيك توك، يخرج لك من الفريجيدير نتاع داركم، يخرج لك من اي بلاصه. السيد هذا يبدا يهبط في فيديوهات، بعد بدا بشوي بشوي يبدا ينتشر لنا يرثينا في كل بلاصه. السيد هذا انتشر وولت فيديوهات وقعدت تخرج. العباد انقسموا لجزء اقسام، اما عباد حبت الكلام اللي قاعد يحكي فيه وعجبتهم موتيفاسيون، عجبهم فازت اخرين اللي هبط فيهم ساعات يحكي على الحاجات اباحيه كل شيء، فما عباد عجبهم فازت هذوك. اما العباد الاخرين فكروا الشيء هذاك وما عجبهمش الكلام، وهذه الاكثريه فهمتني كيف حسب ما نشوف. لكن كي جيت نشوف فيه السيد هذا عملت عليه شويه ريشيرش، ما حاجه بهتتني اللي هو ينجم يحكي 3 لغات اللي هما نورمالمون انجلي ويحكي بالبرتغالي وينجم يحكي بالعربيه. السيد هذا اختار انه يخلي معناه الدول الغربيه، قرر انه يعمل كونتينيو في الدول العربيه مع انه يعرف انه الدول العربيه محافظه ومش تقبل الشيء اللي قاعد يعمل فيه. محتواه كله تقريبا ما نعرفش كان نجم نسميه محتواه، كان كله يتمحور حول الاستعراض، ديما من ناحيه مريولو وديما في السلد سبور. الانسان هذا اول ما تعرفه او اول ما تفرج فيه تحسه غريب شويه وغامض وعنده برشا حاجات درا كيفاش ما هوش هكا الانسان اللي تنجم تقابله كل يوم وما اي عبد تنجم تقابله في الايامات العاديه. ثم نقطه مهمه على الاخر نسيت ما قلتها لكم في اول فيديو، اللي هو السيد هذا ممثل افلام وثائقيه، فهمتني كيفاه وانت فاهم روحك وحدك خويا. كما كنا قاعدين نقول السيد هذا عنده برشا حاجات، مثلا انه يحب يكون وحش. هل قابلت نهار في حياتك انسان يحب يكون وحش تقابل فيها العباد هذوما كل يوم؟ ما تنجمش تقابله كل يوم الانسان هذا وحش هذا ولا كاتوزو. قاعد يعرضون الفيديوهات نتاعو، ما فهمتوش السيد هذا شنو يحب يوصل ولوين يحب يوصل بالضبط. فيديوهاته تقريبا كلهم عكس بعض. مسلم انا تصدقنيش؟ علاش ما تصدقنيش؟ نقول لك انا مسلم، انا مسلم وحافظ صور ونرى برشا حكايه، حافظ برشا صور ما نحبش نقرا لك اما حافظ سورة الفارحة، سورة الفارحة. اوكي سورة الفارحة، سورة الفارحة هذه العباد يغلطوا. كي انت حاجة ما تفهمش فيها علاش تحكي فيها؟ بالله علاش تحب تحكي في الدين وانت حتى سورة الفاتحة علاش تقول اسمها بالصحيح؟ قبل ما نرقد نقولها من الصباح كي نقوم في اي وقت، نستغفر الله يا لطيف يا لطيف، استغفر الله استغفر الله. اي جوست حابب نعلق على لقطة لاني لقيت برشا عباد في الكومنتيرات قاعدين يتمنكوا عليا على لقطة كيفاش قال نقول يا لطيف يا لطيف. حبيت نوصل معلومة، لطيف هو اسم من اسماء الله الحسنى، معناها حاجة طبيعية انه يقول يا لطيف كما ينجم يقول يا رحمن كما اي اسم من اسماء الله الحسنى. عملتي كيفاش باش تأخر عليه؟ كيفاش باش تأخر عليه؟ هذا هو اللي كنت قاعد نحكي عليه من بكري. نحس فيديوهات الكل عكس بعض، تلقاه يحكي لك فما فيديوهات ساعات يعرضوك ينصح العباد يقول لهم نحبك وحش وتصلي وكذا، وفيديوهات يجي يقول لك راني حافظ صور، ومن بعد يجي يبدا يحكي لك كيفاش تلعب ببنات الناس. برو ما يجيوش هذوما من بعضهم، لازمك تختار طريق واحد راه تمشي فيه، يا اما تمشي تكمل في طريق الفساد، يا اما انت كان عندك دين تفهم شنو باش يصير لك نهار اخر كان باش تبقى مكمل في الشيء اللي قاعد تعمل فيه، نورمالمون توقف. اما ذي باش نجم باش ترضي الطرفين، الجماعه اللي يحبوا إباحة وجماعة اللي يحبوا زناء وجماعة اللي يحبوا ذي باش تبقى ترضي فيهم، واش تمشي ترضي الجماعة اللي قراب من ربي والجماعة اللي يصلي، راك تنجمش ترضي الطرفين في نفس الوقت، واحدة من الاثنين، يا اما تتوب وترجع لربي والا تبقى تكمل في الثنيه نتاعك. يعني انا مانيش نجي نقول لك قد هكا وقد هكا، يعني دبر راسك اللي تحب عليه في الاول وفي الاخر انت حر باش تعمل كل اللي في راسك، هذا الشيء نعرفوه الناس الكل. في الاخر رايي على الموضوع هذا الكل في الاول وفي الاخر هو مش اخي بانسان في الدنيا، معناه باز عنده حاجات باهيه وعنده حاجات خايبه قاعد يعمل فيهم، قاعد يهبط في موتيفاسيون مزيانه على الاخر، تاخذ منه حاجه الباهيه انك بالحق تاكل بنظيف، انك تمشي للساد سبور، انك تخدم على روحك، انك تحاول تعمل بدن. وفي الاخر الفيديو حاب نقول لك حاجه، حبك وحش صاحبي وتحط لنا سبسكرايب وتحط لنا لايك. بس معني مادام بقينا رجله في بعضنا ياك صعيب علينا من غير ما تمشي تلوج عليه في الجوجل خويا، خلينا رايبين.